لمن يعاني من الكرب ومن الهم ومن الحزن، وكلنا كذلك. وهذه هي الحياة، حياة متنغصة بالهموم والغموم، لا يسلم منها أحد في هذه الحياة. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار التي تقال عند وجود هذه الكربات والهموم والأحزان، فتقولها كما جاء في ذلك في صحيح السنة، إلا أنها تقال باستحضار قلب، لا تقال هكذا عفوية وتصدر من قلب لاهٍ ساهٍ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لمن دعا بقلب ساه لاهٍ، أو يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولا يعزم على الإجابة من رب العالمين، ويحسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى أنه مجرد ما يقول هذه الكلمات أو هذه الأدعية فإنه سينجلي عنه ما قد أصابه وما قد ألم به. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء من حديث ابن عباس أنه كان يقول عند الكرب، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وجاء في صحيح أبي داود كما صحح ذلك الإمام الألباني رحمه الله من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وهكذا ما جاء عند ابن حبان وغيره، وهو أيضا في صحيح الكلم الطيب أو الكلم الصحيح، نعم، في صحيح الكلم أي الطيب، وهو الإمام الألباني أيضا من حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهكذا جاء في الحديث الصحيح أيضا، وهو في الصحيح الإمام الألباني رحمه الله من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، أي يونس بن متى عليه السلام نبي الله، إذ قال الله عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، لن نضيق عليه، معنى فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. ليس المقصود على أنه ظن واعتقد أن الله لا يستطيع له كما يفهم بعض الناس أو الكثير منهم، إنما المقصود فظن أن لن نقدر عليه، أي حينما كان في بطن الحوت فاعتقد أن الله لن يضيق عليه وأنه سيجعل له مخرجا بإذنه سبحانه. فدعوة ذي النون قال عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت أو في بطن الحوت أن تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. في رواية: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له: بلى. فقال: دعاء ذي النون. والحديث أيضا في الصحيح الإمام الألباني. وهكذا ما جاء من حديث أنس بن مالك، والحديث يحسنه الإمام الألباني أيضا كما في صحيح الترمذي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وبعضهم يحسن الزيادة: اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهكذا ما جاء من حديث ابن عباس وهو أيضا في الصحيحة، قال: كلمات الفرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمات الفرج لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وهكذا ما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات، وأمرني إذا أصابني كرب أو شدة أن أقولهن: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه وتبارك رب العرش العظيم، سبحانه وتبارك رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وهكذا أيضا ما جاء من حديث علي بن أبي طالب أنه كان قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك على شيء تقوله ولو كان عليك مثل جبل صبيرا، وفي لفظ صبر، دينا إلا أدى الله عنك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. حسنه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. كذلك من دعاء ذهاب الهم والحزن ما جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أي إذا أصابه هم أو حزن، قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.